أنا عارف الناس مصريون عندهم فلوس أكثر مني بكثير. بريطانيا حلوة، فهمت؟ الذي يعيش في نعمة لا يعرف النعمة. لماذا؟ لأن الحياة في بريطانيا، والأجمل شيء عندكم في البلاد العرب وبلاد المسلمين، الناس يفكرون ويظنون لا يوجد دراسة جيدة في مصر وباكستان. والله يوجد. أنا أسكن هنا في مصر. الفلوس وهذه الأشياء لا علاقة بالبلد. لو كلمت واحد بريطاني غير مسلم، فهمت، حتى هم يقولون لي والله أريد أذهب إلى دبي وأمارات وسعودية. أنا أسمع هذا يا عمي إيه؟ أقسم بالله أمن أكثر في حتى بشكل الدنيا صعب جدا في بريطانيا. أنا أقول لك الآن لماذا؟ هذا فيه أنا أشوف بذل أو شيء فيه شيء يعني عكس شرف. وفي بريطانيا سكين، كل الناس عندهم سكين هكذا. أنا عارف الناس يخافون عن أبنائه من هذا الفرق بين الحياة في مصر وحياة في بريطانيا. أو نجد كثيرا من الشباب غايته السفر. نعم. أريد أن أسافر إلى بريطانيا، سواء كان في مصر أو في ليبيا، في لبنان، أريد أن أسافر إلى بريطانيا، أريد أن أسافر إلى أستراليا، أمريكا. أنا أريد أن أسافر إلى هذه البلاد التي نسمع عنها أن بها حداثة وبها تقدم وبها. في رأيك ماذا تقول له بماذا تنصح؟ إنما ذهبوا يعني أهلي وأنا ذهبنا إلى بريطانيا، أكيد ذهبنا لأن الدراسة أحلى هنا من باكستان وهذه الأشياء كل يعني أشياء. الناس يفكرون ويظنون لا يوجد دراسة جيدة في مصر وباكستان. والله يوجد. كيف؟ الذي يريد يفعل، الذي يجاهد. مثال، أنا أسكن هنا في مصر الحمد لله. أنا عارف الناس مصريون عندهم فلوس أكثر مني بكثير. أنا أقول لك على طول، هل أنا أغنى منه وأنا في بريطانيا؟ لا. الفلوس وهذه الأشياء لا علاقة بالبلد. لا. والله الرزاق وذي القوة المتين، فهمت؟ هو يعطي لما يشاء. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهمت؟ هذه الأشياء البسيطة لو فكرت فيه أنا سأقول لك الآن أمثلة. نعم، ذهبنا قبل 10 سنوات أو 15 سنوات أو تقريبا هكذا، وكانوا الحمد لله نحن نعيش في نعمة، وبعد ذلك أصبحوا الأمور وحشة بسبب الدنيا في بريطانيا. اليوم لو كلمت واحد بريطاني غير مسلم غير مسلم في بريطانيا بشكل الدنيا، كثير منهم أنا عارفهم لأنني ما تركت بعضهم، لأنني أريد يعني يجعلهم دعوة للإسلام، فهمت؟ حتى هم يقولون لي والله أريد أذهب إلى دبي وأمارات وسعودية. أنا أسمع هذا يا عمي إيه؟ تعرف أنا سأقول لك الأسباب. أول نقطة، لو عندك أهل، ما أول شيء أنت تريد؟ أمن، صح ولا لا؟ أقسم بالله أمن أكثر في مصر. أنا أقول حتى مصر، في مصر والسعودية. أنا ذهبت الحمد لله هذه البلدان، أنا شعرت بهذا في مصر والسعودية وباكستان وإمارات وهذه البلدان، الدول المسلمة. حتى أنا ذهبت إلى سنغافورة وإندونيسيا، ماليزيا. الأمن أكثر، سيفتي أكثر بكثير هنا من بريطانيا وأمريكا. لا تريد أمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، يعني الذي عنده كل شيء في الدنيا، الذي يعني أصبح في اليوم وعنده سكن وهو في الأمن وعنده طعام لليوم، هكذا الحديث. مهم، لو أنت ذهبت للدنيا، والله الدنيا أصبح هنا. هذا رأيي، أنا لا أقول رأيي يعني أي يعني ماهر في الدنيا، رأيي أقسم بالله أصبح أمور حتى بشكل الدنيا صعب جدا في بريطانيا. أنا أقول لك الآن لماذا. أول شيء، إنما أنت تفعل تجارة ولا حاجة هنا في بريطانيا، في شيء اسمه تاكس، ضرائب. لماذا؟ هو غير مسلم ولكن يريد يذهب إلى دبي وإمارات وهذه الأشياء، لا يوجد ضرائب، فهمت؟ وحتى يوجد أقل بكثير من بريطانيا، لأن بالتفكير لو أنت شغلت 100,000 وأنا أقول لك هاتي 50، هاتي 20,000، صعب جدا، صح ولا لا؟ هكذا الأمر في بريطانيا، وأنت لا تستطيع تخرج من هذا، فهمت؟ لو أكيد أنت تريد أن لماذا تخرج من مصر؟ أحيانا هم يريد، أنا أريد نظام، أنا أريد هذا، أنا أريد حياة مع النظام، هذه الأشياء صح؟ وهذا النظام خلاص ادفع نصف مالك، صعب جدا، ضرائب عالية.
عالية جدا، وحتى هو غير مسلم هو ترك بريطانيا. وأنا رأيت هكذا الأمور أصبحوا صعبة حتى بشكل الدنيا. ومع كل هذا الكلام أقول لك لماذا الشعب البريطاني، انظر إلى وجه الحال، شاب بريطاني غير مسلم يريد أن يذهب إلى السعودية أو إمارات، وأنت أنت مسلم ولد في بلد مسلمين ويريد عكس. انظر، هذا فيه أنا أشوف بذل أو شيء فيه شيء يعني عكس شرف. فهمت؟ لأنك الله سبحانه وتعالى يجعلك نعم كثيرة ولكن أنت لا تشعر بها وأنت لا تشكر لها، لأنك شكر ليس قل الحمد لله فقط، لا، أيضا من الأشياء المختلفة. وهذا هو الذي أقول من أهم الأشياء الأمن. أنت قلت أنه يعني، وبالفعل أنا تذكرت صديق من بريطانيا كنت أتكلم معه فوجدت أن نبرته في الصوت تغيرت، فقلت له ما بك يعني ما الذي حدث؟ فقال لي أخي مات. فقلت له كيف يعني؟ قال في الشارع خرج عليه بعض الناس السيئون، مسكوا المسدس وخلاص سبحان الله. فقلت له هذا الصدق، هذا صدق، أنت تتكلم عن جد؟ قال لي والله في أمريكا عادي جدا، كل الناس عندهم هذا مثلا، وفي بريطانيا سكين، كل الناس عندهم سكين هكذا عادي. يعني لا أقول كل الناس ولكن الناس وحش. نعم. فهمت؟ والناس أنا عارف الناس يخافون عن أبنائه من هذا ومن هذه المجموعات الوحشة. فهمت؟ إصابات كثيرة. نعم، وهو يخاف هو سيدخل في هذا. أنا أقول لك بالنسبة للأمن، أنا بنفسي أشعر بالأمن أكثر في مصر، وأنا بريطاني وعشت بريطانيا 10 سنوات هكذا أشياء، أشعر بالأمن أكثر في مصر من بريطانيا. وشيء ثاني، حتى أنا لا أعرف مصريين، انظر إلى هذا الجمال. حتى أحيانا أنا أسمع سائق يقول لي أنت رحت مكان شعبي، أنت لا تعرف هذا وأنت لا تعرف هذا. والله الناس أحيانا في مكان شعبي بالنسبة لي أهلا، وهم يقولون لي أشياء جميلة. مثلا أنا أقول لك بمثال، لأنه لا تراني غيرهم مثلا. فهمت؟ أحيانا لو تراني مسلما، ولكن هنا عكس تماما. هو فقط تعرف عندما الشخص يفكر في الدنيا، لأن الكفار كلهم يفكرون فقط في الدنيا. هذا هو فرق. والله شوف، يوجد فروق كثيرة، توحيد والشرك ولا لا لا، لكن بالمعاملة الحياة بين المسلم وكافر. لماذا بريطانيا تتغير الحاجات يعني تماما هكذا؟ لأنهم أجلهم دنيا ولكن أجلنا آخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، أو أحد الصحابة، اتركه لهم. ولكن قليل من الناس يعني يفعلون ذلك. لماذا هم هنا أمن وهنا ليس؟ لأن المسلمون يعملون معك ممكن 90%، لا أقول 100%، 90%، 80%، لأنك أخوه مسلما. فهمت؟ ثاني، بريطاني هو يفكر فقط في مال ودنيا وهذه الأشياء معك، هو لا يريد منك حاجة ثانية. أكيد لا أقول كل الناس، لا، لكن أكثر منهم هكذا. هو يمشي وحدك، خذ منك حاجته، بعد ذلك يتركك. هو يتركك. لماذا؟ لأنه لا يحتاج منك شيء. أنا الآن فهمت؟ وهذا مهم جدا، وهذا الفرق بين الحياة في مصر وحياة في بريطانيا.